عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. ان شاء الله كلكم بخير، ان شاء الله الجميع في احسن حال. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا مرقة عدس تونسية بالدجاج، حويجة بنينة وسهلة برشا، وخاصة ان هي صحية. خاصة معروفة العدس ومنافعه ما شاء الله، حويجة ياسر بنينة. دونك شوفوا توا المقادير ولا المكونات. انا خذيت تقريبا كيس ونص من العدس البني، هذا تنجموا تاخذوا اي عدس تحبوه. غسلته ونظفته وبطبيعة حطيته في شوية ماء مدة تقريبا هكا ساعتين قبل ما نطيب. بعد صفيت الماء هذاك وحطيته لهنا على شيها. كما تشوفوا انا مانيش باش نرميه الماء هذايا، خاطر باش نمرق به المرقه نتاعي، لان المنفعه الكل فيها الماء هذا. دونك شوفوا المكونات الاخرين. لهنا عندي 3 جرينات فلفل اخضر، تنجموا تبدلوه حتى بالفلفل الاحمر. فوالا. وبالنسبه للدجاج راهو اختياري، تنجموا تلغوه ديجا، هو وحده العدس يبنن ما شاء الله. عندنا مغرفه طماطم معجون، مغرفه صغيره راهو ما تراوش باش كبيره، وعندي كعيبه طماطم مفرومه. العدس اللي يحب طماطم زايد ولا يحب زيت زايد. خذيت كعيبه بصل فرمتها وسنينتين ثوم. فوالا، هذا مقادير سهلين ما شاء الله في اي كوجينه. وما ننساوش الفاحات ولا البهارات نتاعنا. عندي شويه بابريكا، شويه كركم، شويه ملح، شويه توابل، وشويه فلفل اسود. هذو ما شاء الله كافيين باش يعطوا بنا بنينه للعدس، خاطر زيد العدس ما يطلبش برشا فاحات، بنته وحدها الحقيقه. ما ننساو زيت زيتونه اللي باش نطيبوا به. دونك هذا من المقادير والمكونات لمرقتنا اليوم. نبداو بسم الله توا تحضير. باش ناخذ على البارد، انا نحط حويجات على البارد، وبعد باش نحط الطنجره نتاعي على الغاز. اول حاجه لهنا باش نحط شويه زيت، باش نحط تقريبا ما يعادل 4 ملاعق من زيت زيتونه. تنجموا تحطوا زيت نباتي عادي، كله زيت. لهنا زاده باش نزيد هكا كعيبه نتاع البصل المفرومه، ونزيد زاده هكا سنينتين ثوم اللي فرمتهم. العدس عنده بنة خاصة ما شاء الله، وخاصة كي يبدأ طماطم مكعب يبنوا، عنده نكهة ما شاء الله بنينة برشا. سي بورسان انا قصت طماطم معجونة، عملت فتيتة يعني مغرفة صغيرة كهو. دونك نحط هاك الكعيبة نتاع الطماطم المفرومة، ونزيد كعيبة بليتو المغرفة الصغيرة نتاع الطماطم معجونة، ونخلطهم الكل مع شوية البصل والكل. علاش انا حطيت لهنا طماطم؟ خاطر الطماطم المفرومة فيها شوية ماء بالطبيعة. لفات ان هي باش نقليهم انا مع الزيت، مضرة الزيت نتاع الزيتونه ما تكونش كبيره، يعني انا فيها شويه ماء نتاع الطماطم. رميت زيادة طريفات اللحم وكلهم بالطبيعه باش نحطهم على الطنجره، ياخذوا هكا مده حتى 5 دقائق، هكاك 10 دقائق مع بعضهم، غلوه سمحه. وبعد بالطبيعه باش نكمل بقيه المكونات نتاعي. فوالا كيما تراو هكا تحس فما ماء، الماء هذاك من الطماطم باش نتجنب انا الحقيقه قليل الزيت، خاطر زيت زيتونه. خليه حكايه هكا دريج، هكا 5 دقائق على نار متوسطه مش نار قويه. ونتبع دوبه هكا تختار شويه الصوص بتاعي بالطبيعه باش نمرق ونكمل الفحات الاخرين، لان نجيب الفحات الكل نحطهم ونخليهم كيك سكوند زايده مع الصوص هذيك والدجاج، وبالطبيعه باش نمرق بالماء. فوالا نحط شويه طريفات العدس. كيف ما تشوفوا مازال ما مرقتش راهو بالماء، خاطر الماء نتاع الطماطم هذاك مازال كافي، وديما على نار متوسطه مش قويه. نصب الماء هذاك نتاع العدس اللي انا عملت بيه، صفيته من العدس لان انا نفخت فيه العدس المره الاولى. وبالطبيعه باش نزيد نكمل زيادة بالماء السخون العادي، باش نحط الكميه الكافيه اللي باش تطيب فيها المرقه نتاعنا. وكهو هذه كانت مرقتنا، يعني ترى حتى طريقه تحضيرها سهله برشا.
ولكن ما شاء الله بنينة ما شاء الله برشا برشا، خاصة العدس هذايا البني. يعني عنده بنة خاصة من العدس الأحمر ولا العدس، خاطر ذاك العدوسات الأخرين العدوسات ولا ينحوا لها سيرتو القشرة البرانية متاع العدسة، حتى قيمتها كم والمنفعة متاعها تخرج معك القشرة. دونك المحبذ هذا البني الحقيقة وحده بنته ما شاء الله. دونك نكمل الماء سخون كيف ما قلت لكم باش نمرق المرقة متاعي كاملة ونخليها تطيب في عقلها ونتبعها بشوية بشوية. فوالا كل مرة هيك نطل ونحرك ونشوف نتفقد الماء متاعي، يعني بريسك هي موش ما ياخذش برشا وقت العدس، لأنا خاطر بطبيعته هو بقى في ساعة ونص تقريبا ولا ساعتين في الماء يتنفخ بالباهي وتسهل حتى عملية طيابه. مع الدجاج اوتوماتيك ما عندوش روح كبيرة باش يبدا يطيب يعني في برشا وقت. كل مرة كيف ما قلت لكم نطلو ونحركه ونشوف الماء متاعنا نشف ولا سينو، إذا كان مازال شوية العدس نزيدو الماء. أنا الماء ما زدتش على خاطر كافي الحقيقة. فوالا لهنا العدس متاعي تقريبا بريسك طاب. باش نحط قرينة الفلفل نكملهم ويطيبوا في عقلهم زيادة لمدة 5 دقائق مش برشا. وبطبيعة بعد نحضروا مع بعضنا صحين متاع المرقة متاعنا اللي هي بارتنا اليوم حويجة بنينة، حويجة سهلة وخاصة حاجة منفعة 100%. فوالا تو نحضر صحية متاعنا، وكانت هذه بارتنا حويجة بنينة تونسية صحية ما شاء الله. مرقتنا تعمل 66 كيف مازالت سخونة مطبق. دونك نودكم بها الناس الكل تاكلوها صحة وفرحة، وملتقانا يتجدد إن شاء الله في حويجة أخرى بإذن الله. تو نقولكم بسلامة.